انت اشتغلت فين، عملت ايه في حياتك، انت حاطط لي 100 فونت، حاطط لي كل حته بشكل، حاطط لي الوان، مفيش الوان في السي في. It's a conversation بيني Yes. انا والانترفيور اللي عايز يتعرف عليا، وفي نفس الوقت انا محتاجه اتعرف عليه واتعرف على الشركه. لما تشيل الحاجه بتاع ستريس وانا مش ببيع ومش مفيش زي ما قلتي معناتها مش قرار مصيري مش خالص، قرار لا. مصيري ديسكشن. لسه كنت بتكلم مع حد في البوينت دي، اوقات كتيره بفتح سيفيهات اقعد الف ابقى مش عارفه هو عمل ايه، يعني سواء اكسبيرينسد او جونيور، يعني يبقى كاتب تو ماتش ديتيلز مثلا او حاطط فونتس كتير. كمان لما بحط كل حاجه في السي في انا شويه كاني بحرق نفسي. كارير كافيه بودكاست برعايه سكاتش. تقدروا تسمعونا على انغامي وتشوفونا على اليوتيوب. اهلا بكم في حلقه جديده من كارير كافيه بودكاست. ضيفتنا اليوم مريم عزت، ممكن تعرفوها من انفو ببساطه. هي talent acquisition lead في شركة سوفت وير في السعودية، really experienced HR. فهنتكلم معاها على الريكروتمنت، نصائح بوث للريكروترز وللكانديديتس. قبل ما نتكلم ونسمع من مريم، ما تنسوش تابعونا على انغامي وعملوا لنا فولو على يوتيوب. اهلا بك يا مريم. هاي يا ريم، عامله ايه؟ انت مش جديدة علينا بقى. لا انا نعرف بعض كويس. احنا الحلقة دي قررنا رح نعمل حلقة تكنيكال على الريكروتمنت، على الناس عشان تتعلم تفهم ايه السايكل بتاع التوظيف يمشي ازاي. فلو حد يكون بزنس اونر مثلا ومحتاج يوظف حد، والا حد عايز يبتدي الكارير بتاعه في الريكروتمنت يبقى فاهم الحاجه ازاي. اوكي انترست. وعارفه ان انت عندك ورايا كلمه معلش مش فاهماها، قلت تسالي محتاجه تظهر في الصوره ولا لا؟ ايوه. ده حاجه مهمه قوي. مهمه بقى. طب قولي السايكل بتاع التوظيف يمشي ازاي؟ اوكي. لو انا هتكلم على البيزنس اونر، هو المفروض ان يبقى عنده kind of plan او بنسميها man power plan. هو عايز يعين calibers for which positions. هو شايف ايه الحاجات اللي فيها gap ومحتاج ان هو يكون بيعين حد to fill this gap. بيكومينيكيت ده للاتش ار مانجر او الريكروتر، بيقول لها الكرايتيريا بالظبط. هنا بقى بيبدا دور الريكروتر. هي بتلعب على تو بارتس كده، ان هي بتبقى عارفه الجوب ريكويرمنتس. الجوب ريكويرمنتس دي اللي هي المتطلبات بتاعه الوظيفه. فمثلا عارفه ان انا عايزه شخص عنده بيعرف يعمل 1 2 3. وفي حته تاني اسمها الجوب سبيسيفيكيشن، اللي هي بقى الكاركتر دي هتبقى شكلها ايه، هي بتعرف تتعامل ازاي، الكالتشر بتاعتها، تعليمها، كل ده. بعد ما بيبقى عنده ال HR عنده الجوب ريكويرمنتس والجوب سبيسيفيكيشن، بيبتدي بقى يكون بيهانت البروفايلز اللي هو عايز يخليها تعمل انترفيوز. خلينا نرجع one step back. اوكي. احنا نتكلم، انت دلوقتي لما تقولي لي البيزنس اونر وعنده HR ديبارتمنت ولا ريكروتر ولا حاجه، لو انت نتكلم على بيزنس اونر بتاع بيزنس صغير قوي ما عندوش HR ديبارتمنت، فيعمل ازاي؟ مهما كان البيزنس صغير هو محتاج HR department، علشان HR department is not about بس hiring people, it's about to manage people. فحتى لو أنا عندي I will have a very small team of 3 or 4 people, I need someone to be able إن هو hire people, إن هو to coach them, إن هو يعمل لهم performance appraisal حتى لو على small scale. ممكن سؤالي كان أكتر على كلمة man power plan مثلا، إنه الحاجات دي اللي لو عندي محل مثلا مش هيكون نسيلي، مش هتكون حاجه فورمال زي مان باور بلان زي ما نصورها في الكوربريتس ولا في الستارت ابس ولا حاجه، هتكون حاجه مبسطه. فمثلا مان باور بلان هو محتاج يكون عندي انا محل بتاعي مفتوح 7 أيام و15 ساعه في اليوم، فمش ممكن يكون عندي شخص واحد بالظبط، فمحتاج يكون عندي 2 3 اشخاص and so on. هو ده المان باور بلان. yes this is the man power plan. ان انا بشوف يعني ببساطه كده انا عايزه اوصل لايه. مثلا على مدار السنه دي انا عايزه افتح كذا برانش، انا عايزه اعمل اكسبانشن باي شكل ايا كان، انا عايزه اوصل لايه، وعلشان اوصل للتارجت ده انا محتاج اعين كاليبرز قد ايه. وهنا برضو في الجزء بتاع المان باور بلاننج مهم ان انا قبل ما ابتدي اعين الناس اشوف اوريدي الناس اللي عندي، لاني ساعات بيبقى في ناس عندي متوظفه بشكل غلط، فبالتالي انا ممكن اخليهم يموفوا انترنال في الكومباني او في المحل او اي حاجه. يعني ممكن يبقى عندي شخص فعلا هو مدفون، فبدل ما اروح اعين حد من بره استغل الكاليبر ده. وفي ناس تانية برضو ممكن اكون بشجعها جوه الشركه انه مثلا
برضو لو هو جونيور ليفل وانا محتاجه اعين سينيور ليفل وهو ينفع يكون بيترقى، فدي اتس انذر واي ان انا اكون بفيل الاوبورتونيتي او الفيكنسي من غير الهايرنج. يعني مش الهايرنج هو اول حل، لا اول حل عندي ان انا بشوف اوريدي الناس اللي موجوده ايه اخرهم، يعني انا عارفه اوظفهم للاخر، خلاص انا عارفه اوظفهم للاخر، بروح بقى ان انا اعين حد من بره. ودي حاجة اللي قلت لك اوريدي عشان ساعدتيني في التوظيف، وحتى ساعات ندو في الانترفيو فور سبيسيفيك بوزيشن وانت تقولي لي لا الشخص ده سي بي اوكي ما هوش فيت في البوزيشن دي، بس هيكون كويس في حاجة تانية. يس فدي اوكي. طيب دلوقتي عندنا من باور بلان وعايزين عندنا وظيفة، عايزين نوظف في البوزيشن A، هنعمل ايه؟ خلاص انا عندي المان باور بلاننج، فانا مثلا عارفه ان انا في اول 3 شهور هعين البوزيشن ايه. ببتدي اعمل جوب ديسكريبشن فيها الحاجات الديوتيز اللي هيكون بيعملها، وفيها السبيسيفيكيشنز او الشخص نفسه هيكون متعلم ازاي، شخصيته ايه. بحط فيها برضو الورك كونديشنز، لو هو مثلا هيحتاج ان هو يشتغل بالليل، لو هيحتاج ان هو بيكون بيسافر، لو هيحتاج ان هو يكون عنده سيرتيفيكيشن معين، كل ده بحطه. بعد كده ببوست بقى، وهنا بتيجي ستيب مهمة جدا، البوستنج بتاعت الفيكنسي، اني انا بدور على مين فين، يعني دي حاجة مهمة قوي. فيعني let's say مثلا انا اشتغلت على different titles في الكارير باس بتاعي، فكنت اوقات البيست channel to get the people is through مثلا واتساب جروب. مش الناس دي مش هتبقى عندي على لينكد ان مثلا. لو افترضت انه I'm hiring fresh grad, I'm hiring some positions they are more into يعني ان انا اوصلهم بالواتساب جروب. sometimes it's a very senior positions او it's a mid level senior position, so I will go to LinkedIn ساعات وظف. فان انا من الاول ساعات سكاتش يس ساعات سكاتش فانا ان انا افهم من الاول انا السيجمنتيشن بتاعي، الحد اللي انا عايز اوصل له، ان انا عايزه اهانت هيم موجود في انهي تشانل. فدي حاجه مهمه قوي اللي حسب رايي اللي نشوف معناتها تقارب قوي بين الشغل بتاع الاتش ار والماركتينج في الشغل ده. يس عشان محتاجه تختاري تشانل اللي يكون موجود فيه الناس. فلو محتاجه تغيري مانجرز هتروحي لينكدين، لو انت تعيني عماله هتروحي على فيسبوك مثلا. لو محتاجه ناس ديزاينرز وحاجات هتروحي بينانس وحاجات. فالكل تايبولوجي الطريقه اللي فين هتلاقيها والطريقه اللي هتكلمي بيها. ممكن نرجع برضو للجوب ديسكريبشن عشان ايه البيست براكتس. معناتها انت قلتي جوب ديسكريبشن ممكن تلم بكام حاجه، بس لو نحط فيها الكالتشر ونحط فيها الورك كونديشنز ونحط فيها كل حاجه هتكون كتاب مش جوب ديسكريبشن. اوكي. وفي statistics اللي تقول لك اللي جوب ديسكريبشن لو اكتر من 400 كلمه ما حدش هيقراها. اوكي. فايه البيست براكتس؟ ازاي ممكن نبني جوب ديسكريبشن اللي تجيب لي اللي تجذب الناس اللي انا محتاجاهم في شركتي؟ طيب الفرق يعني احنا بيبقى عندنا two kind of job descriptions كده. الجوب description اللي احنا بنديه لما الموظف يجي، فعشان يبقى عارف كل حاجة هيعملها وايه التاسكات المطلوبة منه بالظبط، وهو لازم يبقى فاهم كل حاجة. فانا دي بكتبها in details وبتبقى فيها كل حاجة. لكن اللي هي بنعملها في الجوب اد علشان بس يبقى عارف هو هيقدم على ايه، it should be much يعني in brief. انا بكتب الحاجات الاساسيه جدا في الديوتيز بتاعته، في الريكويرمنتس، في الاكسبيرينس المطلوبه، لكن مش بكتب كل حاجه. يعني بكتب اللي يخليه هو عارف هو بيقدم على ايه، علشان ما يجريش سيفيهات من كل حته بعيده خالص. لكن مش بقول له كل التفاصيل عشان ما تبقاش طويله قوي ويسكيبت وفي النهايه يجري اي حد برضه. وايه رايك في الجوب ادز على تيك توك؟ التيك توك يعني is so much booming، فهو it's a tool لطيفة ان احنا نستخدمها، بس حاسة كتارجتنج يعني في الجزء بتاع recruitment مش بيبقى سهل قوي يعني. so far مش حاسة very effective. بس ممكن يكون بتعمله حاجة customized شوية. يعني ده اللي كلمنا عليه في الأول، إن كل ما بتبقى الحاجة customized على الشكل اللي أنا محتاجاه وعلى شكل التشانل، كل ما بتبقى effective إن هي تجيب لي كاليبرز أحسن. طيب بعد job description هنتكلم على إيه؟ خلاص أنا دلوقتي مفروض إن أنا عملت
جوب اد كويس ان بريف وجاب لي ناس مظبوطه، استخدمت التشانل الصح علشان يجي لي سيفيهات الصح. بيجي هنا بعد كده اللي هو بقى السكريننج او ان انا ببص على السيفيهات. المفروض ان انا باخد السي في مثلا في دقيقتين ابقى مقرره اذا كنت الشخص ده هكون بكلمه ولا لا. فانا ببص على حاجات معينه كريكروتر، يعني ببص على الاديوكيشن، ببص على الاكسبيرينس، ببص على حاجه مهمه برضو هي جزء الكالتشر فيت. يعني مش الفكره بس ان انا اجيب حد الاكسبيرينس بتاعته فيتنج بس هو مثلا جاي من حاجه بعيده قوي او هو he will not fit in my organization. عاده ازاي مثلا من سي في من ورقه تفهمي لو الشخص يكون فيت مع الكالتشر ولا لا؟ عادة ال competitors are having the same culture. يعني مثلا لو أنا بشتغل في FMCG فأنا لو رحت للشركات اللي فيها يعني بعمل hunting مثلا لناس في FMCG أنا متأكدة أن هما somehow they will be fitting. لو أنا بشتغل في قطاع education أنا بدور على الCV اللي فيها ناس بتشتغل في الeducation. ده مش شرط طول الوقت يبقى بهذه الطريقة، بس أنا لازم أفكر فيها بطريقة إن أنا بجيب حد يبقى الشبه بنسبة من الناس اللي حوالينا اللي هيشتغل معاهم. براعي diversity، براعي إن يبقى عندي different kind of characters، مش يعني مش حاطط في دماغي شكل واحد، بس لازم يبقى عارف يفيت في الاورجانيزيشن من غير ما اكون بكوتش هم مثلا كبيهيفير وايز كاسيكال وايز كل ده. في مشكله برضو اللي هو مشكلتين في الكوليكشن بتاعت قبل ما نوصل للسكريننج. في حاجه يقول لك مش عارف، مش هيجي لي سي في، مش جاي لي سي فيات، مش جالي سيفياتي وانا بدور في مكان غلط، لاني طول الوقت في هيوش بولز. طبعا في حاجات يعني رير تكنولوجيز مثلا، رير يعني سبيشاليزيشنز، بس ال 90% لا، انا المفروض ان انا لو انا بستخدم الشانل الصح هيجي لي سيفيات، فانا كده بدور في مكان غلط، فمحتاجه اشفت بقى المكان صح. وفي بالعكس فيه عندي 20,000 سي في. اوكي، هي ده كومن شويه بالذات في الحاجات مثلا لو هو جونيور بوزيشن. الجزء ده بحدد لو انا عندي مثلا 1000 سي في، انا بحدد 3 to 4 points كده اساسيين في دماغي انا هفتح السي في ابص عليهم بس. فمثلا انا بدور على حد متخرج من الكليه الفلانيه، عنده الاكسبيرينس الفلانيه، عنده مثلا يعني التعليم حتى اللي قبل الجامعي بشكل ما، بدور على بروفايل شكل معين. خلاص انا 3 to 4 points انا السي في بقوم عامله له سكريننج. وعايزه اقول ان البوينت دي ساعات ممكن استغلها بشكل كويس، ان انا هو جالي 1000 سي في، هم اكيد ال1000 مش مناسبين للاوبورتيونيتي دي، بس هم ممكن يكونوا فيتنج في اوبورتيونيتيز كتير قوي. فان انا اشتغل دايما بطريقه ان انا يعني I never know انا هيطلب مني بروفايل شكلها ايه، او انا هشتغل بعد كده حتى في اندستري شكلها ايه. يعني انا in my career انا اشتغلت في اندستريز مختلفه قوي، ففي كل اندستري كان في شكل تايتلز مطلوبه ما تكررتش في المكان التاني، فساعدني ان انا افيت في different organizations او في different industries ان انا already عندي database. ففكر دايما كريكروتر بفكره الداتابيس، ان انا البروفايل ده مش هستخدمه هنا بس ممكن استخدمه قدام، فهخلي بالي منه وهشيله عندي في فولدر وممكن ارجع له في وقت تاني. بس ازاي تضمني ال CV ده هيكون still valid؟ فممكن الناس تغير ارقامها، تنقل مكان، تكون بتدور على شغل وبعدين تروح ما تدورش على شغل. اوكي، ازاي تضمني الداتابيس بتاعك valid؟ هي دي حاجه very challenging في الجزء بتاع recruitment، ان كل حاجه very dynamic، فانا لازم اتحلى بالفلكسبيليتي يعني ده ايه بي، لان انا دلوقتي حاليا بشتغل في اندستري يعني extremely dynamic، فانا ممكن ابقى ماشيه مع الكانديديت لغايه يعني خلاص هو he is offered or she is offered، وعلى نفس اليوم ما يجيش او يجي له اوفر تاني في مكان بتريبل السالري فما يجيش. فانا لازم ابقى عارف اكوب مع التغيير، ان الناس بتغير شغلها، بتغير مكانها، بتسافر بلاد تانية. دي حاجة موجودة طول الوقت، مش ما اقدرش اقول اكتر منها محتاجة ابقى فليكسبل فيها يعني، عادي
احنا دي حاجه نحاول نعملها في سكاتش بالاي اي، اللي نخلي السي في ما يكونش سي في، يكون هو بروفايل بتاع اليوزر. اوكي. عشان لما اليوزر يغير المكان ولا يغير الواحد still it's always up to date. فالريكروتر لما يجمع السي في بتاع مريم، اوكي. لو مريم تغير نمرة تليفونها، ولا مريم تغير الجوب بتاعتها، ولا مريم تروح من مصر لمكان تاني، still موجودة في الابليكيشن، وتكون موجودة في البروفايل، كل حاجة تكون up to date. اوكي. I think this is very effective. دي هتساعد قوي. اللي انا فاهمه برضو ان انا يعني I can make kind of filtrations لو انا عندي بول كبيرة من السيفيهات لغاية ما اوصل بالظبط للي انا عايزاه. this is very يعني effective في الفيلد بتاع recruitment. let's go back للفلتريشن والسكرينينج. ازاي تطلعي من 1000 سي في مثلا كده، لما تكون عندك بوزيشن واحده هتاخدي كم شخص للانترفيو؟ بوزيشن واحده. لا، لو انا افترضت ان 1000 طبعا هما يعني هفترض معاكي السيناريو اللي هيحصل لو هو فعلا الكيس كده. هتفتحي ال 1000 سي في؟ عادة مش بيحصل قوي كده يعني. خلينا داون تو ايرث. بيبقى ما عندناش رفاهية الوقت دي. فممكن هقول ان هفتح مثلا 400-500 وهسيب الباقي كداتابيس واعمل له فلتريشن ليتر اون. بس مثلا 400-500 دول بطلع منهم مثلا 50 واحد this is plan A, these are the most fitting people. plan B دول ممكن اروح لهم وقت تاني. plan C least option. وبعد كده زي ما قلت اعمل كاتيجورايزيشن للسيفيهات، لان اكيد ال1000 سي في يعني هيكون فيهم حاجات تطلع بعيده خالص. يعني ممكن اقول percent at least 800 مثلا هيكونوا في حاجات تانية خالص. وبرضو على حسب التايم تو فيل ذا opportunity. يعني لو انا عندي وقت ينفع ان انا اعمل سكريننج ليهم كلهم تمام، بس ساعات انا مش محتاجه اعمل ده ومش محتاج احط هذا الافورت. يعني انا ممكن برضو استغل البوينت دي اقول للناس اللي بتابلاي ان هي try to be very brief and to the point. يعني انت محتاج تسهل على الاتش ار ان انت السي في بتاعك to be considered. لسه كنت بتكلم مع حد في البوينت دي. اوقات كتيره بفتح سيفيهات اقعد الف ابقى مش عارفه هو عمل ايه يعني، سواء experienced او جونيور، يعني يبقى كاتب too much details مثلا، او حاطط فونتس كتيره، او حاطط حاجات متداخله مع بعض. فبيخليك يعني kind of ان هو بيجهدك، فبيخليك تقفل السي في. فلو عايز السي في يتشاف خليه to the point. يعني خليه بول بوينتس واضحه كده very brief تشجع الانترفيور ان هو يكلمك. طب ايه الكي بوينتس؟ كنت اتكلمنا على الكي بوينتس اللي از ريكروتر تشوفي فيها. فقلنا حسب الواحد اللي maybe the sweet spot انك احسن حاجه هيكون عندك سيلكشن بتاع 50 سي في هم اللي هتتصلي بيهم. فايه ستيب اللي بعد؟ لو افترضت ان انا مثلا I'm having 50 CV the most fitting yes هعمل screening let's say مع 30 مثلا through the phone. الكول بتبقى لازم تبقى سريعة قوي مثلا، يعني shouldn't exceed مثلا 5 minutes. فبالتالي وبرضو لازم أميك شور انه الكانديديت مستعد ان هو يعني for the call، لانه ساعات بيبقى في شغله فما يعرفش يتكلم او في حاجة. فممكن اسكادجول it through واتساب ان انا what is the time fitting for the call. بخلي الكول سريعة، بقول له انا مين والشركة ايه، وبسمع منه بقى حاجات أساسية مثلا ال years of experience. ممكن أخليه يعمل introduction لنفسه في دقيقتين لو أنا محتاجة English كويس. برضو مهم في الحتة دي، هي حاجة ممكن تكون مش ساعات بننساها، مكانه من الشغل. يعني الناس عادة بتقول مثلا لا أنا أقدر أجي أي حتة وعادي وما فيش مشكلة، بس يعني كلنا فاهمين ده كلام بنقوله في الأول. فلو حد بعيد فعلا مع الوقت ببقى محتاجة somehow ان انا يعني لما exclude him او mention ان you are so far from the working place. انت تمام مع الحكاية دي ولا انت محتاج تفكر عشان ما تجيش وبعد كده ما تكملش يعني. خلاص مثلا عملت search call، ممكن بقى ابتدي نصهم مثلا 15 person to be invited for the face-to-face interview أو through Teams interview. 15 لو أنا محتاجة one caliber yes I would prefer إن أنا يبقى عندي at least في الآخر كpercent كده 3 to 4 persons أنا بختار منهم.
يعني البروسيس هو من 1000 CV ناخد منهم 50 نكلمهم. يس. من 50 دول اختار 15 اشوفهم في انترفيو. وفي الاخر معناتها ممكن تكون 1 2 3 4 5 انترفيوز حسب البروسيس والكومبلكسيتي والحاجه بالظبط. وفي الاخر تعملي شورت ليست بتاع 3 4 اللي يكونوا بلان A B C D وتكلميهم بالواحد تعملي لهم اوفر تشوفيهم لو وضعت كده. يس اكزاكتلي. بالذات انه اخر ستيج عاده بتبقى بس مش بتاعه الاتش ار، بيبقى involved فيها كذا شخص. so we can يعني we must give them some options. يعني let's say مثلا بيبقوا 3 people had to take the decision. فممكن ده يبقى مش موافق على ده مش موافق على ده، بس اكيد هيجي حد ده معظم الناس موافقه عليه يعني. بس طيب نوصل لحكايه الانترفيو. الانترفيو لما تشوفي الكونتنت اللي موجود اونلاين والاسئله، اكتر ناس تفكر الانترفيو صعبه لما تكوني كانديديت، بس الانترفيو اصعب لما تكوني انت ريكروتر، ولا عشان انت عندك المسؤوليه انك تختاري؟ ده حقيقي. ليه ما كنتيش فكرتيش فيها زي كده؟ ولا you are too used to هو انا يمكن بقالي وقت شويه بشتغل في الريكروتمنت. يعني الاتش ار انا بقالي وقت في الاتش ار، بس عامه الريكروتمنت is from day one، فبقيت شويه متعوده على الموضوع. وساعات يعني to be honest ساعات بيبقى فيه كده conflict جوايا ما بين ان انا I want to give the chance و personally حاسه ان ده مثلا good potential انسانيا حتى، بس مثلا is not fitting او حد تاني fitting، بس ككاركتر وكاتيتيود is not that good. فبيبقى في حاجات كتيره considerations بيبقى صعب اني اوصل لقرار في الاخر في الانترفيو. بلس ان في حاجه مهمه بتحصل، يعني انه مهما كنت شاطر وعندك experience احيانا الكاليبر بيبقى مذاكر كويس قوي الانترفيو، سواء ان هو مذاكر الشركه او دخل على البروفايل بتاعك ففهم somehow الكاركتر دي شكلها ايه، ذاكر الجوب ديسكريبشن كويس قوي، محضر نفسه كويس قوي. فممكن يبقى مش كل حاجه بتتقال is very honest، فيو نيد ان انت to dig deeper في كل opinion بتتقال، في كل حاجه حتى تكنيكال بتتقال ان هي بيعرف يعملها او بتعرف تعملها. تقعد تقول له طب قول لي انت عملتها ازاي دي، طب احكي لي على سيتويشن كان في تشالنج بالنسبه لك، طب احكي لي على حاجه انت اشتغلت فيها على نفسك. يعني محتاجه ان انا اديك ديبر كده لغايه ما اوصل فعلا للحقيقه. وبرده في احتماليه بعد كل ده ان يبقى انت في النهايه بتقابله ربع ساعه او نص ساعه، you can't have like يعني 100% sure ان this is the most fitting، بس يعني you are trying your best يعني. فعندك معناتها وصفة سحرية ايه الأسئلة؟ أنا عشان أفتكر أن أول مرة لما طلبوا مني، كنت شغالة في كوربريت بس معناتها هايرنج لحد to join my team، فالاتش ار طلبوا مني إني نعمل لهم انترفيو. فأول مرة كنت أوكي مش عارفة يعني ايه الأسئلة، ايه no clue. هو تصور إني مش الوحيدة، أي حد لما أول مرة حيبتدي يعين زي الكانديد بالضبط للجوب ده، ايه الاسئله؟ في كام اسئله كنا سالنا كم اسئله بتاع صيف نفسك فين 5 سنين، وقول لي ايه التشالنج بتاع السيتويشن، وايه الكونفليكت وهاو دو مانج كونفليكت وستريس مش عارفه. بس انا لما احتاج حد يشتغل معايا ايه الاسئله اللي محتاجه اسالهم؟ how can we define this؟ طيب خلينا نبدا كده انه اي حد بيعمل انترفيو مهما كان جونيور او سينيور بوزيشن هو شويه هيكون متوتر. فالريكروتر الشاطر ان هو يخلي في الاول كده kind of breaking the ice، حتى لو في سؤال بسيط ازيك عامل ايه انت تمام الاخبار، حاجات بسيطه كده. وانا I do prefer ان الريكروتر هو اللي يبتدي يعرف، سواء ان هو يعرف نفسه او يعرف الشركه، يقول له الهايرنج بروسيس هتبقى ماشيه ازاي، لو في حاجه في مثلا حاجه هتكون صعبه شويه في الهايرنج بروسيس او حاجه requirement غريب for the position ممكن يقولوا في الاول. I do prefer ان هو يعمل ده. بعد كده هو خلاص بيبقى الكانديديت شويه هدي، ومفروض ان انا بساله انت خلاص تمام you are aware of the process و aware of يعني كل حاجه تكون ماشيه ازاي. لو هو الدنيا كلير بقى بيبتدي هو انه يكون بيintroduce himself او herself. بديله مثلا اقول له ان انت you should introduce yourself in 2 or 3 minutes عشان في ناس بتسرح قوي. فانا بقول له ان انت بتعمل سكريننج سريع، فاكيد مش هتحكي كل حاجه عملتها ازاي، فانت بتقول hints كده from every work experience.
بعد كده هو بسمعه للاخر خلاص، انا هو اداني يعني سكاننج سريع للاكسبيرينس، ببتدي بقى اهايلايت الحاجات اللي انا عايزه اسالها او الحتت اللي انا عايزه اقف عندها اكتر. اقول له عملتي دي ازاي، قول لي سيتويشن كانت نجحت بشكل ما، قول لي على اكتر بروجرس عملته. this is kind of the questions. بتاكد من خلال الاسئله دي ان الاكسبيرينس فعلا ان هو قالها ان الاكسبيرينس دي صح. خلاص انا محتاجه بقى انه مش بس انه هو يعني السكاننج السريع، لكن انا اخش بقى ان ديتيلز في الحتت اللي انا شايفه ان انا محتاجه اخش فيها ان ديتيلز اكتر. بالنسبه لي برضو حاجه مهمه اللي ما فيش زي ما بقول دايما اللي ما فيش wrong or right answer في الانترفيو اكتر assessment. فمش مثلا بنسال سؤال مش مستنيين اجابه محدده، بس محتاجين حاجه consistency من اللي تقولي انت تعرف تعمله. هو ما حسب رايي هو اللي بندور عليه صح، اللي consistency بين اللي حاطط في السي في بتاعه واللي يقول على خبراته والحاجات اللي يشتغل عليها. بالظبط. يعني وي نيد ان وانت رايح تعمل انترفيو ما تاخدش اي حاجه بيرسونال. يعني انت ممكن تكون فيتنج ككواليفيكيشنز، بس الكاركتر بتاعك is not fitting او it will not fit in the team. انت ممكن تكون عندك لايف كونديشنز او اي حاجه مخليني صعب ان انا اختارك، او ان انت ببساطه عندك 5 شورت ليستد معاك هم مور فيتنج. فيعني never take الريجكشن بتاع الانترفيو ان انت you are rejected personally. يعني الحته دي في ناس بتتضايق منها قوي وبتحس ان هي كانها اكس على الاكسبيرينس بتاعتها. لا، انت ساعات الاكسبيرينس بتاعتك بتبقى كويسه بس انا ما اقدرش اجيبك، او ان انت الاكسبيرينس بتاعتك اعلى بكتير من اللي انا محتاجاها. يعني مش بس ان انت below experience، ساعات في ناس بتبقى above experience over qualified. دلوقتي انا افترضت ان انا خلاص انا I measured الجزء التكنيكال من الانترفيو، ببتدي بقى شويه اديك ديبر في الحته بتاعه الكاركتر. يعني دي حاجه مهمه قوي وعايزه الانترفيورز كلهم يركزوا عليها والاتش ار كلهم يركزوا عليها، انه هي في ناس بتبقى شاطره جدا بس بيبقى عندهم issues in their personalities يعني هتأفكت جدا الشغل. فمش اهم حاجه ان انا اجيب حد شاطر قوي بيعرف يعمل حاجات كتيره بس مثلا مش بيعرف يشتغل in a team. having an arrogant attitude is not flexible by any mean. الحاجات اللي انا قلتها دي مهما كان شاطر هو بيبقى عقبه في الاورجنايزيشن. فانا مهم ان انا زي ما بهتم ان انا اشوف الاكسبيرينس، ان اشوف ان he is or she is a good character فعلا هيبقى fitting معايا. فمعناتها الأهمية إنك تعرفي إنك تذكري أو قبل الانترفيو ولا حتى قبل الجوب ديسكريبشن بتفهمي الشخصية دي البوزيشن دي إيه الكونتكست اللي هتشتغل فيه. فلو محتاجة بإكسبرت يشتغل لوحده فاين، ممكن يكون أي أنتي سوشيال بيرسون في العالم ومش عارفة إيه that's fine. بس لو هو هيشتغل في تيم ولا محتاج يكومينيكيت ولا حاجة، فدي حاجات مهمة اللي مش التكنيكال سكيلز بس هتشوفي برضو البيرسوناليتي عشان في الورك انفايرمنت. بالظبط. بس في ده مثلا لما في الحاجات اللي اشتغلنا فيهم مع بعض حسيت لي عندك زي حس سادس. ما تعرفي بعد الانترفيو تقولي لا ده جود فيت، لا ده مش، وانا مش عارفه تقولي لا ده البيرسوناليتي، لا ده شكله لا مش هيمشي معاكي اكتر من 3 شهور، لا ده مش هيجي حتى في الانترفيو الثانيه. فازاي مثلا عندك تريكس انك تعرفي بيهم في الانترفيو ولا حقيقه ان حاسه سادس بس؟ لا مش حاسه سادس، هو اكتر ان هو باي براكتس بقى عندي في باترنز معينه بتبين قوي ان هي هتودي لايه. يعني مثلا حد مش قاري عن الشركه وجاي متاخر وقاعد مش مهتم يجاوب، ده انا obviously عارفه ان هو لو قلنا له تعالى مثلا سكند انترفيو مش هيجي، لو هو ادينا له اي تاسك صغيره عشان يعملها مش هيعملها. يعني it's an indicator of the personality، فببقى عارفه بعد كده هيتصرف ازاي. حاجه برضو مهمه ان لما بتسمع الناس كتيره بيبيلد personal experience عندك ان انت تيفاليويت الناس صح، مش بطريقه شخصيه، لكن تبقى عارف هو هيكون مناسب ليك ولا لا. طيب احنا تكلمنا قوي على كم على ريكروتمنت، تعالي نتكلم على الجوب سيكرز. اوكي. من البوينت اوف فيو بتاع الريكروتر عشان يفهموا ايه اللي جاب يعني بالضبط. اتكلمتي في الاول على السي في. فايه تعالي قولي لنا ايه زي النكت
ايه اكبر اخطاء شفتها في السيفيات؟ اوكي، انا كنت لسه بتكلم مع حد في يعني عامله كونتنت في الحته دي اصلا، ان في سيفيهات بتبقى بتدوخ. يعني ايه؟ انا بفتح السي في اللي هو انت اشتغلت فين، عملت ايه في حياتك، انت حاطط لي 100 فونت، حاطط لي كل حته بشكل، حاطط لي الوان، مفيش الوان في السي في، حاطط صوره فيري يعني بيرسونال ملهاش دعوه بالشغل، حاطط ايميل غريب، مش بروفيشنال ايميل. البروفيشنال ايميل اللي هو فيرست وسكند نيم او الثيرد نيم. حاجه كمان يعني اللي يكتبلك بسبوسه @gmail.com. لا اتس نوت بروفيشنال للاسف. ممكن نستخدمها في حاجات يعني في حاجات تانية، بس في الشغل مش هتبقى افكتيف يعني بجد. غلطه تاني برضو يعني ممكن اكون بتكلم في البوينتس دي في كذا حاجه، ان انت حاطط الاديوكيشن قبل الاكسبيرينس. هو التعليم مهم وكل حاجه، بس انا كاتش ار يفرق لي قوي انت الاكسبيرينس، الحاجات اللي عملتها. فلما بتحط الاديوكيشن قبل الاكسبيرينس ممكن ما يكملش السي في، ممكن اتش ار يبقى زهقان فما يكملش. وبعدين ساعات بيبقى انت درست حاجه بس انت عندك اكسبيرينس كويسه قوي في الحته اللي انت مقدم ليها، فلو الاديوكيشن بعيده انت ممكن تكون استثنيت نفسك وانت فعلا فيتنج ليها. غلطة تانية ودي common قوي في السينيور ليفل، ان هو بيحط كل حاجة في السي في، يخلي لي السي في 5-6 صفحات، عمره ما هيتقري. I'm sorry to say that. واي حد HR هيقول ان هو لا هنقراه، عمره ما هيقعد يقرا ربع ساعة في السي في ما يعديش ورقتين، حتى لو انا consultant level وعندي 30 years of experience. كمان لما بحط كل حاجة في السي في انا شوية كأني بحرق نفسي. يعني بدل ما ببقى عندي opportunity ان انا احط hints فالانترفيور يحس طب تمام هو fitting، فتعالى بقى خليه يجي وقابله ونشوف الدنيا تمشي ازاي، انت حطيت له كل حاجة، فهو كأنك you turned off مش محتاج حد انه يشوفك في الانترفيو خلاص. ده لو افترضنا ان هو قرا كل حاجه، هو عاده هيلاقي كتير قوي كده يحس انك مش فاهم البروسيس ماشي ازاي. في الورك اكسبيرينس مثلا حط جوب تايتل، بحط فيه الورك اكسبيرينس الكومباني، وحط ايه تاني؟ بحط الجوب تايتل، الكومباني لو في لوجو فور ذا كومباني، ديوريشن فروم تو، وبحط مثلا 3 to 4 بوينتس فيها اهم حاجات عملتها. كمان مهم ان انا ابين الامباكت بتاع شغلي على الاورجانيزيشن. يعني مثلا جالي حد سيلز فهو بيقول لي انا بعمل كولز وبعمل ميتينجز which is good، ما ده جزء من شغلك، انا مش متوقع حاجه مختلفه، بس انا عايز اعرف انت بعت بكام، انت كسبت الشركه قد ايه، فلازم ابين الامباكت. كمان دلوقتي بقى في applicant tracking systems كتيره في الشركات، فبيبقى فيه لايك يعني تمبلتس معينه هي اللي بينفع تخش على applicant tracking systems. فلو السي في بتمبلت مختلفه السي في بيتريجكت. فازاي نعرف ايه الفورمات؟ حتى الفورمات، حتى الشكل بتاع السي في ما مش لازم نعمل حاجه ديزاين ومش عارفه ايه، محتاجه تكون ستاندرد، محتاجه very to be very basic وورد فورمات عادي او بي دي اف. اتس recommended to be PDF، وان هو يبقى فيها ال very brief 2 sentences about me، بلاش ان هم متاخدين copy paste من كل حته. يعني ممكن اكتب فعلا حاجه حقيقيه، بعد كده ببتدي اكتب الاكسبيرينس من الاخر للاول زي ما قلت على شكل الهيد، وبكتب بوينتس قليله، وتحت بكتب الاديوكيشن. ما يفرقش خالص الانترفيور انت بتحب تلعب بانهي رياضه ولا بتتفرج على انهي افلام، ولا الحاجات دي بتحشي بيها السي في ما بيبقاش ليها لازمه. فدي اشهر حاجات غلط بتحصل. ولما تكوني فريش جراد ازاي ممكن تحطي ورك اكسبيرينس وانت ما عندكش ورك اكسبيرينس؟ طيب هو انا بوينت الفريش جراد دي ممكن هي بوينت حلو قوي. اولا هي يعني انا مش مطالب منك كفريش جراد ان انت يبقى عندك اكسبيرينس، ما انا جايباك فريش. فاوقات بلاقي مثلا ساعات في الانترفيوز جاي لي قاعد بيترعش وحاسس انه مكسوف قوي انه ما عندوش اكسبيرينس. لا، ما انت متخرج السنه دي، فانا فاهمه ان انت ما عندكش اكسبيرينس وجايباك في حته مناسبه ليك، فما تحسش باي كايند اوف شيم او ان انا غلطان، انت متخرج عادي. ومهم برضو ان انا اشوف some kind of يعني self confidence، انه اقصى حاجه الانترفيور هيعملها ان هو مش هيكلمني تاني. يعني مش بيحدد مصيرك ومش بيحدد انت هتنجح في الحياه، مش قضيه الشرق الاوسط ولا قصه حياته او موت او انا يعني في ناس فعلا بشوفها يعني بتقف
تترعش. لا مش بحدد لك اي حاجه، انت لو انت ما اشتغلتش عندي هتروح تشتغل في مكان تاني. فيعني عادي روح الانترفيو، عادي انك ما عندكش اكسبيرينس، عادي ان انت بتبدا من الاول، ده تمام. حاجه بالنسبه لي اقول اللي الانترفيو دي حاجه اتعلمتها، عشان في الاول كنت من الناس اللي في اول كلمه كنت من الناس اللي بخاف قوي في الانترفيو، ستريس وحاسه زي امتحان. بس فهمت اللي معناتها بالبروجريشن وبالتجربه فهمت اللي اتس ا كونفرسيشن بيني انا والانترفيور اللي عايز يتعرف عليا، وفي نفس الوقت انا محتاجه اتعرف عليه واتعرف على الشركه بالظبط. ذات سيمبل يس. فلما تشيل الحاجه بتاع ستريس وانا مش ببيع ومش مفيش زي ما قلتي معناتها مش قرار مصيري خالص، مش قرار مصيري ديسكشن. فبالعكس معناتها وري البيرسوناليتي بتاعك، ظهر البيرسوناليتي بتاعك، تكلم، جاوب، حاول تفهم لما نسمع سؤال حاول تفهم هو عايز يفهم منه ايه السؤال، فنجاوبه على السؤال ونبني عليه. معناتها مش استجواب. فلو بالزبط. يسالني تعرف ايه على مش عارف حاجه تكنيكال جوجل اناليتكس وانا مش عارفه، اقول له لا جوجل اناليتكس مش عارفاه، بس الاناليتكس افهم اللي هو statistics، فانا بعرف الارقام وعملت بروجكت زي كده في الجامعه ونبني عليه. على فكره عشان نفهم اللي الناس تعرف ما تفهمه ايه الحاجه، مش تجاوب جست على 1 2 3 بالظبط. يعني هي مش برضو مش مطالب مني ان انا ابقى عارف كل حاجه، فممكن عادي تسال السؤال لما اقول ان انا مش عارف ونقطه. لو هو الموضوع بعيد قوي عني او مش عارف افكر فيه خالص، ممكن اقول انا مش عارف، بس يعني ممكن افكر معاك وفايند سوليوشنز، او فكر بصوت عالي. وانت قلت قبلها ان انت مش عارف، فانت مش هتبني ان انت بتفتي قوي يعني. كان في حاجه تاني على الانترفيو صح؟ الفريش جراد I do recommend ان هم يعني هو انا عندي راي متناقض شويه في الحته دي. انا لما حد مثلا صحابي ليا بيقولوا لي فريش جراد ان هو يشتغل ومش عارفه ايه، بحس ان انت ممكن وقت الجامعه ده غالبا انت هتكمل شغل بقية حياتك، فممكن وقت الجامعه تبقى بتشتغل بتدرس الجامعه عادي بتاعتك وبتعمل شغل خفيف. يعني I don't recommend ان نبدأ وانت في الجامعة تشتغل جامد قوي، لانك هتكمل تشتغل 40 سنة بعد كده. فenjoy الوقت ده ان انت to do activities. في دلوقتي kind of internships and internships are very good انك بتعرفك عن الشغل بجد، وبتبقى في company حقيقية. بالنسبة لي برضو student activity مهمة. student activities بتعلم كويس جدا وشفت منها ناس يعني خدت at least fundamental يعني experience او fundamental knowledge على ازاي الماركت برا ماشي كويس. it's so much fun يعني حتى اكتر من الكوربريتس. ممكن تعمل student activity. برجع اللي قلتي السبورتس والافلام والحاجات دي مش لزوم. حسب رأيي ممكن نستعملها. فلو مثلا حد يكون في فريق بتاع كوره وهو اللي اورجنايز التورنمنتس، وهو اللي يعمل لو يروحوا لمدينه تانية هو اللي الارنج يشوف معناتها فيها حاجات تنظيم، في حاجات فيه تبرهن بها اللي يمكن يشتغل على في فريق بالزبط. ممكن برضو اللي ازاي هو يفكر، وازاي اللي حتى باشنت بحاجه، وفي حاجات براكتيكال يعرف يعمل بروجكت مانجمنت، يعرف يعمل بادجت، يعرف يعمل مش عارفه ايه. فممكن حتى حاجات اللي بسيطه للناس اللي ما عندهاش خبره شغل ولا انترشيب ولا حاجات حتى في حياتهم اليوميه. مش عارفه مع اهلي عاونت امي ان نجهز الجواز بتاع اختي، الفرح بتاع اختي، بروجكت هيوج بروجكت وهيوج بادجت وكم معزومين وكم حاجه عملنا. ذا فاكت اللي حتى حاجات بسيطه زي كده ممكن ظهر اللي فيه استعداد لان الواحد يدخل سوق العمل. يعني I totally agree. لو في حاجة فعلا أنا هعرف أعملها reflection أنا ليه هبقى كويس في الشغل، يعني حلو أعمل كده. بس خلي بالي إنه ساعات في interviewers عشان يفك الجو كده فيبقى very friendly، فيبقى الموضوع يقلب إنه هو فاكر إنه هو قريبه مثلا، أو إنه هو إحنا في علاقة صداقة، فيبقى يبتدي يرحرح قوي في الكلام يعني، أو يتكلم in a very friendly way، وهو لا، هو مش قريبك. هو في النهاية انت it's a professional relation. يعني مهم برضو أنا I want to be friendly and I want to be nice and professional، بس مش عشان ما تكونش ستريس معايا، مش يعني بس يعني هو بيعمل كده عشان ما تبقاش ستريس، بس مش عشان هو اتخذك صديق يعني في أول 5 دقايق.
بس تعملي لي ريكاب بتاع التوب 5 اغلاط في الانترفيو. اوكي، اول حاجه بتدي very bad impression ان انا وصلت متاخر. انا كده بيبقى بلغه الاتش ار جاي اهزر، ويعني he is not serious او مش he will not be committed، يعني بتترجم على طول ان هو مش هيبقى ملتزم في اي حاجه. تاني غلطه ان انا ما قريتش عن الشركه خالص، وما قريتش خالص الجوب اد، فما ممكن يكون مش عارف اصلا انا رايحه اعمل ايه، وممكن تكون الاتش ار كلمتني مثلا ما ادتنيش فول انفو، او انا ما ركزتش اعرف، فانا رايح كده يعني هشوف الدنيا توديني فين. فلازم اقرا عن الشركه، ولازم اقرا عن الجوب ديسكريبشن او الاوبورتونيتي اللي انا رايحه عليها. تالت حاجه غلطه very common انه اتكلم وحش عن المكان اللي انا كنت شغال فيه. مهما كان في اماكن فعلا بيبقى فيها مشاكل، وحتى احيانا الانترفيور ممكن يحاول يعني يستدرجني الحته دي. ممكن اقول ان كان المكان فيه challenges، ان انا I was not feeling so much comfortable، حاجات very very generic. لكن لما بتكلم بطريقه personalized على الناس، مثلا مديري كان كده والاتش ار بتاعتنا كانت كده، وده لا كانوا ظالميني لا، وكانوا وحشين، يعني بدي امبريشن ان انا هطلع من الشركه عندكم اتكلم عليك وحش جدا، بلس ان هو غالبا هياخد امبريشن ان المشكله كانت عندك، كانتش المشكله في الشركه. الا لو الشركه مثلا عندها ريبيوتيشن معروفه اللي هي حتى لو ريبيوتيشن هو ممكن يبقى فاهم فهيسكت، يعني لو الانترفيور ذكي هيفهم ومش هيديسكاس البوينت دي. رابع نقطه ان انا اشو attitude issue، سواء ان انا I'm very arrogant، مش بسمع خالص، بقطع السؤال وبرد في حتة تانية، بكذب واكمل كذب، وده حاجة سهلة قوي يعني سهل قوي ان هو يلقطها يعني قلت هنا حاجة وبعدين قمت لفيت وقلت حاجة contradicting. فالكذب في الانترفيو خسارة on all sides، يعني حتى لو جيت واشتغلت انت هتبقى في مكان غلط وهتمشي، فما تعملش كده. يعني حاجة أخيرة برضو غلط بتتعمل في الانترفيو، ان انا اجو سو فريندلي، او ان انا اخد اي بيرسونال سيتويشن ناحية الانترفيور. يعني ده ان جنرال، يعني ممكن يبقى الشخص مثلا مختلف عن الناس اللي انا متعودة اتعامل معاهم في الحياة، فقرر ان انا مش قابله، مش حابه كده. ده بيقول ان انا عندي مشكله كبيره في الاكسبتنس بتاع الناس، واي مكان هتروحوا هيبقى فيه دايفرسيتي، فبيعمل بيج ايشو. او ان انا برضو اخده الموضوع بيرسونلي فصاحبه زياده. احيانا يعني في ناس بتعمل كده وبتخلي نفسها اصلا تحرج، ف نو نيد. يعني دول اكتر 5 mistakes بحسهم بتعملوا. طيب ازاي ادينا التيبس اند تريكس دلوقتي عشان اكتب سي في. تيبس اند تريكس عشان نسمع كم حاجه، نسمع طبعا اي حاجه يطلع في التيك توك يقول لك اعمل كده واعمل كده، نسمع الاي تي اس والكي ووردز والحاجات مش عارفه ايه، وبعدين نقول لا بالاي اي الحكايه تتحل، وبعدين هنقول لا بالاي اي الحكايه تتحل، مش فاهمين ولا حاجه. فمحتاج اكتب سي في. ازاي اكتب سي في؟ اوكي، وات ايفر التمبلت اللي انا هستخدمها فيه على الانترنت تمبلتس كويسه قوي. زي ما قلت ما تعديش الصفحتين. لو انا فريش جراد باي اول مينز ما تعديش صفحه واحده. I don't يعني so much recommend ان احنا نحط personal photos. ساعات بتدي فرصه ان انت يبقى في personal impression عنك من صورتك بس كبني ادمين طبيعيين، فنو نيد فور ذات. بكتب الوسائل اللي هيقدروا يوصلوا لي بيها سواء الايميل او التليفون. I do recommend برضو ان احنا نحط كذا تليفون عشان لو ما ردتش يبقى في باك اب. بكتب objective واضح حقيقي بيعبر عن نفسي. بعد كده بتكلم عن الاكسبيرينس in a very brief way and in a very يعني بنسميها bullet points كده. انا عملت ايه والامباكت بتاع اللي انا عملته زي ما قلت على البيزنس. بحاول ما اكررش نفسي. يعني كمان دي حاجه مهمه قوي، ان انا مثلا انا شغاله اتش ار بقالي 10 سنين، فانا اقعد اكتب نفس الحاجات اللي انا عملتها في كل، لا ما هو supposed ان في حاجات خلاص انا فهمت ان انت بتعملها، فما تقعدش تعيدها لي كتير في السي في. كمان مهم ان انا ابين انه انت اخر وقت انت المفروض ان انت اكتر وقت اكسبيرينس فيه، فكاني ببيلد اب الكارير. يعني حتى لو بعمل حاجات شبهها المفروض ان انا I got more experience، فاخلي نفس الشغلانه تبان on an advanced level.
I do prefer نكتب حتة الكي بوينتس دي حتة بتبقى يعني eye catching انه اكتب الحاجات اللي انا بعرف اعملها في بيبقى في زي بوكس سكيلز Yes. والهايلايتس بتاعت احسن حاجات في البروفايل بتاعي. ما يزدوش مثلا عن 10 which is 10 اصلا رقم، بس يعني اكتب الحاجات دي بحس انه ورسك السيناريو لاي سبب خلاص انا الانترفيور هيشوف اكتر حاجات بعرف اعملها. استخدم فونت مريح للعين، ما فيش حاجه اسمها بولد بقى او احمر. انا بزعق يعني انا داخل بزعق لهم، فما فيش داعي لكده. استخدم الوان مريحه. في برضو مدرسه من المدارس تقول لك اللي شوف الجوب معناها محتاج السي في تعمل كاستمايزيشن عشان يكون ادابتد للوظيفه اللي انت بتقدم عليها، فيشوف الوظيفه طالبه ايه وحاول بقدر الامكان انك تستعمل حتى نفس الكلمات اللي هم طالبينها. فلو هم طالبين منك انك تكتب كونتنت بتاع استراتيجي مش عارفه ايه، حاول تستعمل الكلمات دول ولو في الاكسبيرينس بتاعك ما حاجه عملتها استعمل بالضبط نفس الكلمات. اوكي، هو ده somehow extra mile ان هو في الحاله دي انا I do recommend الطريقه دي. في الحاله دي هو هيكستمايز على كل مره بيبعت لي شركه. الكستمايزيشن ان انا مثلا لو let's say ان انا بشتغل 5 functions في الاتش ار، وفي الاوبورتونيتي دي مهمه بالنسبه لها function B، فانا هاجي في السي في هكتب ال5 functions بس هاجي عند function B وهكتبها more in details وهستخدم فعلا key points او keywords من الاد اللي موجود. انا كده بهايلايت قوي الجزء اللي هم محتاجينه، لان هم اوقات for functions كويسين بس انا مش هحتاجك فيهم خالص، فانا هايلايت الجزء ده. بس برضو I should be honest ان انا لو انا هايلايت البوينت دي انا كاني I spread it كده او وضحتها more in details، بس كل اللي in details حقيقي، مش كاتبه حاجه مش حطيت customization مش حقيقي. فدي is very good school يعني. ودلوقتي كنا اتكلمنا على الاخطاء بتاع الانترفيو، فازاي اميك شور الانترفيو بتاعي هتكون كويسه، يحنجح في الانترفيو؟ اميك شور من قبلها، يعني هو البريباريشن معظمه قبلها. اقرا عن الشركه كويس، احضر لبس مناسب للانترفيو. مش شرط ابقى لابس فورمال 100%، معظم الشركات دلوقتي مش بيفرق لها، بس ممكن اسال حتى الدريس كود ايه. بس اكيد في حاجات ما ينفعش، يعني اكيد ما ينفعش ان انا اروح لابسه سويت بانس يعني لبس كاجوال او تورن جينز او سليبرز، او يعني في حاجات احنا فاهمين كلنا ان هي مش مناسبه. برضو في الجزء بتاع اللبس ان انا ما البسش حاجات زياده قوي، ما احطش ميك اب جامد قوي للبنات. انا بروح شكلي عادي مهندم، بروح قاري عن الشركه كويس، بحاول اعمل بقى التمرينات كده يعني ايه اكون انا نفسي هادي، يعني ما اتحركش مثلا قبلها بنص ساعه وهو الطريق بالظبط نص ساعه فيحصل اي حاجه واروح متاخر وستريس. انا عارف بقى ايه اللي بيسترسمي، بشد انام كويس، ابقى واكل كويس، ما احطش ميعاد بعديه على طول، لاني في ساعات بيبقى في شركات بتبقى جايه على انترفيو بعد كده يقول لك طب استنى هنخليك تقابل المانجر، فانا لو حطيت الميعاد بعديه خلاص انا بوظت اليوم. يعني ممكن يكلموني تاني، بس يعني يفضل ان انا اسيب سبيس في الوقت، ابقى مرتب في دماغي سيناريو كده ازاي كاني حتى بتدرب عليه. انا ازاي هقدم نفسي، انا ازاي هقدم الاكسبيرينس بتاعتي. لو قدرت ان انا طبعا انا قريت عن الشركه وكل حاجه، لو قدرت افهم السالري رينجز بتاعه المكان برضو دي حاجه مهمه. في ناس بتقوم حاطه ارقام خياليه يعني بتحقق احلامها فلازم اعرف بجد بتقييم حقيقي انا سعري كام في الماركت، وده اللي بطلبه. بزود شويه سنه، بس مش بزود ان هو انا مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني دي الحاجات اللي مهمه اكون بحضرها قبلها. مهم في الانترفيو ان انا افهم الاسئله كويس قوي، ودي حته تريكي جدا. ساعات بنبقى من الاسترس او الحماسه انا خدت كلمتين وفاهم لا انا عارف هو هيقول ايه، لا مش عارف هو ممكن يكون اللي بيقوله ده انترودكشن بس هو هيسال في حاجه تاني. فاستنى ان انت تسمع كويس قوي، ولو في حاجه مش واضحه برضو في ناس بتتكسف تقول انا معلش انا ما فهمتش السؤال، ممكن تعيدولي تاني. لا اعمل كده، يعني اتاكد ان انت بتجاوب على بالظبط اللي هو عايز يسمعه. حاجه برضو مهمه في الانترفيو ان انا احط نفسي في مكان صح، يعني اقول على الاكسبيرينس بتاعتي لا اكتر قوي. يعني مهم ابقى واثق في نفسي، بس عارف
حجم خبرتي قد ايه وده ما يعيبنيش خالص، او ان انا عايزه ابان متواضع فقلل من القيمه بتاعتي. ما عملتش يعني عادي. لا مش عادي لو انا عملت حاجه يعني ما ملهاش دعوه بالتواضع، اقول ان انا بعرف اعمل كذا وكذا. حاجه عليها ديبيتس شويه، ان في ناس بتقول اسال انت هتاخد فيدباك امتى او لا. في ناس بتبقى بتريكومند المدرسه دي وناس لا. بس انا اي دو ريكومند ان انت تسال، ان هو حقك ان انت بدل ما جيت الانترفيو انك تاخد فيدباك you are accepted or rejected. مش حاجه تقول ان انت يعني مش لاقي شغل وخلاص. كلنا بدل ما انت جيت انترفيو بنت عايز شغل، فده ما حاجه ما تعبكش يعني. فيها السؤال الاصعب واحد هو لما يقولك دلوقتي عندك اسئله، فاكتر يمكن 80% من الكانديديتس اللي شفتهم مفيش حد عنده سؤال ولا سؤاله تبدا ايه اوقات الشغل بتاعك. عايز اسئله بيزك قوي قوي قوي. ايوه. بتاخدوا اجازات امتى؟ عارفه انا الاسئله دي. يعني هي في نوعيه اسئله كده ما بتتسال في الاخر بلاش منها، اللي هو انتوا الاجازه العيد امتى، احنا هنمشي يعني لو انا جاي اهزر يعني. لا يعني ممكن الاسئله اللي بتبين ان انا شويه بروفيشنال، انا مثلا اسال على الاستراكشر بتاع التيم. مين الدايركت مانجر بتاعي، what is expected مني اكتر من الجوب ديسكريبشن اديسكاس معاه في الحته دي. دي الحاجات اللي تبين ان انا I do care about the job. البنفيتس بنبتدي بقى نديسكاس it once، يعني ايه خلاص حصل approval on both sides. احنا بنشوف بقى البنفيتس، السالري، لو في كوميشن، لو في other benefits بنديسكاس طبعا، ويعني اتكلم في حقك عادي. بس ساعات لما بنبقى طب هتدوني ايه، تعملوا لي ايه، بيبقى somehow يعني فالمين بوينت اللي مش في الانترفيو اللي هنسال السالري كام ولا الاوقات ازاي ولا ولا البنفيتس، وعندكم ضمان ولا عندكمش ضمان، وعندكمش ميديكال انشورنس، والاجازات كام. لا كل دول معناتها الانترفيو هو تشوف مع الشركه لو فيه انسجام بين انت والشركه both ways. ممكن من الاسئله اللي نسالها نحس اللي الشركه دي لا معناتها هم طالبين مني نشتغل كل وحدي وانا I'm into people بقى. بالضبط. الانتروفيرت وعايزين نشتغل وحدي في مكتب ولا في واحد، لا نو واي مثلا. فالفكره بتاع الانترفيو اللي ديسكشن عشان هم يعرفوك وانت تعرفهم، وفي نفس الوقت فاي سؤال بتاع البينيفيتس والحاجات اللي تحط على الكونتراكت والحاجات في الاوفر ليفل عندها وقتها، ومش في الانترفيو ستيج. برضو في HR بيعملوا جزء انا بشوف ان هو كويس، ان هو من الاول بيقول البنفيتس. يعني بيقول ان انت you're having medical and social insurance مثلا، you're having transportation، احنا عندنا يوم working يعني من الاول بيشرح كده بيزك عن مش الحاجات الكونفيدنشال زي السالري، بس بيقول له عشان في ناس بتبقى برضو البوليسي الجنرال بوليسي جنرال بوليسي. مش يعني حاسه ان دي بوينت بتهدي شويه الكاليبر، ان he guaranteed some of the benefits ويقدر يكون open شويه في الانترفيو يعني. وهو على كل حال في الاوفر ما تقيس open to negotiation في العاده. ممكن مش في الانتري ليفل بالضبط بس usually ممكن تشوف لو تشوف عندهم work from home ممكن تحاول negotiate اكثر flexibility. ممكن السالري you can always try. هو زي ما يقول ما you don't ask you don't get. لو ما تسألش مش هتاخد. worst case scenario حلو لك لا، وبس لو هم عايزينك فاسأل، اطلب، حاول. مش هيقولوا لا مش هناخده عشان سأل كم سؤال، ولا حاول يشوف لو السالري يمكن يزودوا شوي. يعني definitely هو اصلا اي حد اي HR بيبقى عنده البوزيشن اللي هيعينه، بيبقى عارف ان هو عنده bracket minimum to maximum. لو انا شايفه ان انا what I deserve is a maximum، انا ممكن discuss to the maximum. ما فيهاش مشكله. وما فيهاش مشكله عامه ان انا اطلب حقي في يعني لو انا شايفه ان التايتل مش مناسب ليا ممكن اتكلم في التايتل لو هو هيقدر يعمل ده. لو شايف ان انا عندي conditions مثلا متطلبه life conditions متطلبه work conditions معينه، اقولها برضو في الاول. مش يعني دي ما فيهاش مشكله، it's my rights يعني. اوكي مريم، البودكاست عارفه لي كل مره عندنا سؤال تراديشنال اوكي اللي يقول لك لخصي مسيرتك لحد اليوم في كلمه. intense واو. intense قوي يعني.
ده حقيقي. ف elaborate ولا go ahead اتفضلي. يعني هي انا جات لي opportunity كبيره في الجزء بتاع الكارير ده، ان انا اجيت exposure رهيبه. فرقت معايا مش بس كاكسبيرينس شغل، فرقت معايا on the personal level. يعني اتعاملت مع diversity ثقافات كتيره قوي، industries كتيره، اشتغلت مع يعني ال اصغر positions الاكبر positions و VIPs وناس يعني very reputable. ف ده اداني experience كبيرة قوي حتى في وقت قليل، وخلاني كأني يعني اللايف experience بتاعتي بقت نفسها ريتش. تشوفي مواصل المسيرة انتنس زي كده ولا عايزة تهدي شوية؟ لا عايزة اهدي شوية صراحة. صراحة يعني لا هي خلتني كمان، لا دلوقتي ما بقتش بخاف. يعني طبعا في الاول لما اتعرضت لحاجات كتيره قوي وانا صغيره جدا، ابتديت اشتغل بدري، ابتديت اشتغل وانا عندي 20 سنه. فكان في الاول كل حاجه صعبه وكل حاجه خايفه منها وكل حاجه مش بعرف اعملها وكده. مع الوقت دلوقتي يعني برضو بتيجي حاجات صعبه، بس انا خلاص بقيت فاهمه هنشوف هنعمل فيها ايه، هنعديها يعني تمام يعني. يعني حاسه ان هي شيء يعني الجيرني enriched my personality. ميرسي قوي يا مريم على النصايح وعلى sharing الاكسبيرينس. It was so nice to talk to you بجد. Thank you.